السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس بقى اللي بتتعب من ريحة البوتاص وطلبت وصفة لتنظيف البوتاجاز ما فيهاش بوتاص او اي كيماويات من الحاجات دي كلها، انا عملت النهارده وصفة من غير البوتاص ومن غير الكلام ده كله، بثلاث مكونات بس موجودة عندنا في كل البيوت، ونتيجتها حلوة، يعني نتيجتها مرضية. غسلت بيها البوتاجاز، الحروق بتاع البوتاجاز، كمان تقدري تلمعي بيها الرخامه بتاعه المطبخ وتعقميها، بتغسلي بيها برضو الحواض والحنفيات، بتلمع الحوض الاستانلس والحنفيات. حلوه قوي، يعني بتنظف وتعقم في نفس الوقت. انا غسلت بيها البوتاجاز زي ما هتشوفوه معايا كده. فيه ناس هتقول يعني الحروق بتاع البوتاجاز مش شديده، يعني مش كتيره ولا كده. لان انا يا جماعه ايدي في البوتاجاز بتاعي انا بس ما بسيبوش لما يتبهدل خالص، بس انا سبته شويه دول عشان خاطر بس ايه اجرب لكم الوصفه عليه وتشوفوا بنفسكم نتيجتها معايا. تمام. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. بس ما يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. بس انا مش طالبة منكم غير دعمكم ليا بلايك حلو منكم كده وتعليق بالصلاة على النبي عشان ترفعوا لي الفيديوهات. تعالوا نشوف كمان الحروق اللي في البوتاجاز، شايفين هي عاملة ازاي؟ بصوا اقرب لك الكاميرا، شايفين هي ناشفة وعاملة ازاي؟ بصوا شايفين شكلها تانية اهي. بصوا دي بقى كانت زيها وانا حطيت عليها ايه شوية من الخلطة بتاعتي. شايفين؟ بصوا بايدي اهي، مفيش سلكة كمان ولا حاجة اهي. بصوا على ما كده رشيت عليها شوية وسبتها برضو 5 دقايق اهي. شايفين؟ من غير مدعك ومن غير اي حاجة اهي، بايدي يا دوب اهو. والتجربة خير دليل. تعالوا بقى نعمل وصفتنا ونشوف ايه عملناها ازاي. كده شايفة؟ يعني انا والله ما دعكتها ولا عملت فيها اي حاجة خالص. شايفة دي عاملة ازاي؟ انا اهي قبل ما ادعكها وقبل ما اعمل فيها اي حاجة خالص اهي. شايفين كمان الحرف بتاعها عامل ازاي اهو. يعني انا سبت البوتاجاز بالشكل ده كده عشان خاطر ايه اعمل الوصفه معاكم. احطها في الخلطه دي كده اهي 5 دقايق بس. شوفوا بقى اللي انا كنت نقعاها والسلكه ناعمه مش خشنه اهي، لا بدعك ولا بتك اهو، يا دوبك بس اهي. شايفين اهي؟ بص الله اكبر، شايفه اه. بمشي بس يا دوبك السلك بايد اهي. شايفين؟ يعني لا دعك ولا مجهود ولا اي حاجه خالص. هتنضف البوتاجاز بتاعك، هتنضف اي حاجه عندك في البيت بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده اهو. تعالوا بقى نشوف اللي انا كمان كنت ناقعها قدامكم اهي، مكملتش 5 دقايق. السلك اهي. شايفين؟ بص الله اكبر اهي. بس دي من دي الحته اللي غسلتها اهي، ومش بتعب زي ما قلت لكم، ده انا يا دوبك بمشي السلك اهي. تعالوا بقى نعمل الخلطة، هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا للناس اللي ما بتحبش ريحة البطاطس وبتتعب منه، تقدر تعملي الوصفة دي. تمام. مقاديرها موجودة في كل البيوت عندنا، وكمان ايه تحضيرها بياخدش وقت خالص. معايا بقى هنا مج من الحاجة الساقعة البيضة، ومج من الخل، ومج من الصابون السائل، بس يستحسن الصابون السائل يكون خام، ما تكونش مزوداه مية، ومعلقة ملح ايه بالشكل ده كده، ملح بتاع الأكل العادي. وهدوب الكلام ده كله بقى كويس. اهم شيء ايه دوبي الخلطه كويس، وما تحطيش حاجه قبل حاجه لان على فكره بتفرق في الخلطه. تمام. وقلبي بقى الكلام ده كده كويس. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، هي ما بترغيش، هي بتبقى مطفيه معايا، بتعملش رغوه، بس بتنضف وبتلمع كويس. عايزاها بقى ترغي، ممكن تزودي الصابون. تمام. بس بالنسبه للخل والحاجه الساقعه تكونوا موحده المقادير بتاعتهم، يعني حطيتي مج من الحاجه الساقعه يبقى لازم تحطي مج من الخل، نص مج من الحاجه الساقعه يبقى لازم نص مج ايه من الخل كده يعني.
وعصرت بقى ليمونه كبيره، والليمون اللي كان عنده رفيع، فانا عصرت ليمونتين صغيرين بمقدار ايه ليمونه كبيره يعني، ودوبتهم بقى بالشكل ده كده. بس هي الوصفه كده خلصت معايا، يعني سهله وبسيطه جدا، ما بتاخدش وقت خالص. بالنسبه للحوض والحنفيات بترش عليهم ايه وتدعكيهم، بتدي لمعه حلوه قوي، وكمان على فكره بتعقم، يعني برضو تقدري تنضفي بيها الرخامه بتاعت المطبخ وتعقميها. اما بالنسبه للبوتاجاز والعيون، انت بتكب كب كده عليهم، بتكب كب زي ما انت شايفه كده، يعني بتكب شويه على البوتاجاز نفسه ايه، وتسيبيه منقوع في 5 دقايق، تمام، وتبدأ تدعكيه. اما بالنسبه لعين البوتاجاز برضو بتحطيها في الخلطه نفسها زي ما انا عملت كده برضو، وتسيبيها 5 دقايق، وبعد كده ايه تبدأ تدعكيها زي ما انت شايفه كده اهو، بيطلع معايا بكل سهوله. الشغلانه الكبيره بقى انا سبتها ايه، يعني في الميه بقى لها 8 دقايق كده تقريبا. بصوا هو بيطلع كمان يعني لوحده، كل ما بتنقعيه بيطلع لوحده، شايفه؟ يا دوبك بس بمشي السلك اهي، شايفين؟ هو بس عايز ايه، تنقعي الحاجه فيه زي ما يعني لما بتنقعيها وتسيبيها شويه 5 دقايق 10 دقايق وتيجي تتعجي، بتاخدي يعني نتيجه كويسه يعني ومرضيه زي ما قلت لك. بصي عين البوتاجاز هنا شايفه كانت عامله ازاي، كان لونها اسود، بص رجعت بلونها الطبيعي ازاي، كانها جايه جديده يعني، لونها رجع زي ما بتبقى جايه في البوتاجاز كده ايه وهي لسه جديده. شايفينها عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله ازاي. عايزه بقى تعليق ولايك حلو لكم كده، وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الوصفه، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. بصوا كمان انا عايزه اوريكم حوامل البوتاجاز، شايفين اللي بتبقى كلها دهون؟ بصوا شايفين الدهون عليها عامله ازاي اهي، شايفين المنظر؟ هاخد كده وادعك اهو، يعني انا كمان ما نقعتهاش ولا حاجه بقى اهي، بدل السلكه وادعك اهي، شايفين؟ ما نقعتهاش. شوفوا بقى كمان لو كانت ايه نقعناها كده زي يعني البوتاجاز وسبناها 5 دقايق برضو مش اكتر يعني شايفين؟ وفي نفس الوقت بتدي لمعه، يعني هتنضف هتطلع الدهون، وهتخلي الحامل بتاع البوتاجاز ايه بيلمع كأنه جديد اهو. بصوا شايفين هو عامل ازاي؟ انا هغسله واوريه لكم بقى بعد ما اغسله برضه، وشوفوا هو هيبقى عامل ازاي. شايفين شكل الحنفيه عامل ازاي؟ ده برضه هاخد بالسلك اهو، انا بس مش عارفه اتمكن عشان ماسكه التليفون بايد وبغسل بايدي التانية اهو. هشطب بقى كده الحته اللي غسلتها، شايفين النظافه واللمعه كمان. المغسل دي برضه اهو، شايفين ده كان صدى اهو. اهو بصوا شكل الحنفيه رجع جديد ازاي، الحته اللي غسلتها اهي.